يلا بص السيد عشان ناخد جوله في مستشفى اولاد سهر المركزي. نبدا بالسيد، اتفضل تعالى تعالى. طبعا احنا هنا في قسم الكلى في مستشفى اولاد سهر المركزي. معانا طبعا احد المرضى معانا الطيب سليمان. السلام عليكم. انت معاك الكاميرا، عايز تقول ايه؟ مش هتكلم، انت عايز تقول ايه؟ الوقت احنا مش راجعين لحد يمر علينا ولا حد عبرنا هنا نهائي. مفيش الا الدكتور احمد ابراهيم هو اللي موجود معانا. هو الدكتور احمد المسؤول عن القصه؟ ما فيش حد الا هو نهائيا، هو اللي مسؤول عنها. ما فيش حد يسال عنه ولا اعلان ولا لاقيين اي حاجه لنا يا اخوان. هو على اخر جيب واحد يعني بيشتري على حسابه. تمام. الحاج نعم، انت عارف حضرتك؟ حاج السيد ازيك يا حاج السيد، عامل ايه؟ الف سلام عليكم. الله يسلمك. انت بس الغدوه بتاعت التلفزيون يا حاج؟ بتتفرج على ايه؟ اي حاجه كويس اللي هو فيكم من فوق قريب. لا انت شكلك كده الحمد لله يعني. تمام؟ يعني احنا طب لو معاك الكاميرا دلوقتي عايز تقول احنا بنقول الواحد بنشوف محطه الميه دي مش بتشتغل. المحطه لسه محطه الميه ما بتشتغلش، محطه شغاله علينا والكهرباء بتقطع علينا كتير والميه بتقطع علينا كتير وبنقعد نسال. احنا عملنا النهارده وحلينا تاني، عملنا دوره للدم وعملنا دوره للمكن وقعدنا ساعه. المكنه هنا قديم. المكنه قديمه. قديم متكهرب. المكنه هنا قديم، عاوزين مكن جديد، عاوزين اي حاجه. احنا مكن من زمان خالص ده 20 سنه ولا 20 سنه اللي لازم نهايه. خلينا معاك يا السيد معانا ومعانا الدكتور احمد اللي كان مسؤول عن القسم. عارف الطيب؟ محمد ايه؟ محمد ابو الفتوح. عايز تدور الكاميرا. يعني النهارده انا جت على المكنه دي مرتين اتنين، اروح ورا ديكها وارجع على المكنه دي. مكانتين اتنين النهارده غسلت عليها. مكانتين اتنين. يعني دي سلكت ورحت على ديكها، هي ما سلكتش بره. غسلت على ديكها نص ساعه ما سلكتش، جيت نقلت هنا. الملاحظه طبعا على الاستاذ السيد، احنا معانا طبعا دلوقتي يمكن عشان خاطر الحاجه اللي بيتكلم او الجماعه المرضى بيتكلموا ان في تركيز ان المكن بقى له 10 سنوات، فتقريبا هو تقريبا يعني قايل للهلاك او غير صالح للاستعمال بالدرجه القصوى بتاعته، يعني هي 100%. فبالتالي طبعا اكيد ان شاء الله العالمين كل دي مناشده لوزاره الصحه ان احنا نغير المكن، او مناشده للجمعيات الخيريه ان هي تساعدنا وتجيب مكن جديد وكده. اتفضل معانا السيد. بالنسبه لمحطه الميه في محطه تحت الانشاء حاليا، يعني محطه الميه تحت الانشاء دي دلوقتي شغالين فيها ان شاء الله. يعني تقريبا مثلا يعني معانا قدامها ان شاء الله 15 يوم بالظبط. 15 يوم داخل ان شاء الله داخل. هي تعتبر دي بشرة خير والسيد للمرضى ان هو في محطه جديده للميه ان شاء الله. عشان برضه المكان شغل 30 مكنه. 30 موجود هنا 22 مكنه على مستوى على المدى البعيد. عندنا بعض اللي هم المرضى اللي بيجي هنا يعني من اولاد سهر مركز اولاد سهر بس ولا من خارج المركز؟ لا في من خارج المركز. عدد المرضى تقريبا اللي بيترددوا هنا قد ايه؟ عدد المرضى اللي بيترددوا علينا عندنا دلوقتي قسم الكلى 92 مريض. 92 مريض. ده القوه الاجماليه؟ الاجماليه 92. تمام. يعني كل يوم بقى قد ايه؟ بنشتغل من الساعه 7 للساعه 9 بالليل. 7 ل 9 بالليل. 7 صباحا ل 9 مساء. وده يعتبر قسم الميه زي في المستشفى. طول النهار شغل. هو القسم الحيوي يعني. بس لازم مفيش طبعا. طب بالنسبه للنفايات اللي بتطلع بعد كده يا دكتور من الدم وكده، الدم اللي هو الملوث بتروح فين؟ عند محطه زي المحرقه. يعني زي المحرقه وشرب. كل حاجه بتيجي في كيس حسب طلعت مره كده المحرقه الموجوده. كل كيس ليه النفايات بتاعته الفتره والنفايات كل حاجه بتيجي لا اول دكتور احمد ابراهيم دكتور قسم النهارده الحمد لله في تجديد او احلال او تطوير في محطه الميه عشان ان شاء الله بعد كده ان شاء الله بقوه 30 مكنه باذن الله.
المرضى زي ما هم بيقولوا مثلا بس حاجه للاسف كبيره عندنا عايزين اطباء، بس ده مفيش اطباء نهائي. لسه انا الوحيد. طب محتاج كام طبيب في القسم؟ اقل حاجه القسم يحتاج له 5 6 اطباء. 5 6 اطباء. المفروض معدلات الجوده ان 10 مرضى لهم طبيب. تمام. كل 10 مرضى لهم طبيب. تمام. لكن دلوقتي احنا مثلا انا وحيد بشتغل شغل اداري وشغل فني. تمام. مع وطبعا الإعداد. انا مش هقدر اكمل على نفس الوضع الحالي. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه. ماشي يا دكتور، نشوف عمرو تاني. شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا استاذ. هتكتب هنتكلم. السلام عليكم. تصدق ما احناش مصورين هنا، تعالى يا خالد. عامل ايه؟ المهم انت السلام عليكم. اسمك ايه؟ لو بالك عن محمد زعلان ليه؟ لا مفيش في الدكاتره الدكاتره كده على الورق بس. زعلان ليه؟ يعني الناس بتموت. انت زعلان انا ما بكتبش. انت بص الكاميرا كده عايز تقول ايه؟ عايز يقول مش في دكاتره الا الدكتور ده. اه اتصل عليه في البيت ويروح دكتور اسمه ايه؟ دكتور احمد ايه؟ عارف يعني ليه دكتور احمد؟ غالي يا عم. عارف دكتور 10 كده ليه 100؟ دكاتره في دكاتره تكتب على الورق كده ما تجيش. لا مفيش. لا روح تدور على الاول الدكتور بس ده. في نقص في عجز في الدكاتره صح؟ ايوه خلاص ماشي. المكنه عامله ايه؟ دكاتره 100% كويسه؟ بس بتوع سنه مش بيجي. بص انا مش اتفضل يا استاذ. استاذ سيد تعالى يا استاذ. ازيك يا حاج عامل ايه؟ الف سلام عليك. الف سلام. اسم حضرتك ايه؟ ازيك يا حاج عبد النبي؟ الف سلام عليك. انت بتغسل هنا بقالك كتير؟ 4 سنين؟ طب اخبار المكنه ايه؟ دكتور احمد؟ ربنا يبارك فيه يا رب. ربنا يبارك فيه. حضرتك مين؟ في كام واحد اسبوع هنا؟ شايف في راحه كده الممرضات مثلا شغالين كده. يا اخي احنا من غير دم التمريض معاك كويس. تمريض المفروض حلو مش كل حاجه. احنا مش بنقول على الصيانه والمكنه الجديده برضه صح. بس المكنه كويسه صح؟ ايوه الحمد لله. بس الراجل ده اهو والله لو من غير هو اللي وليه عبد الوليد مش عارف الدكتور احمد ابراهيم هو يعتبر كل في كل. هو لا يعني لو سابه مش هيعمل ايه؟ هنعمل 3 غرفات وهنقلب الدنيا وهنعمل اضراب. الدكتور احمد ابراهيم لسه بيتكلم دلوقتي بيقول انا عايز اسيب المستشفى وامشي. شكرا. هنعمل اضراب وهنقلب سامي الدنيا. تعالى كده استاذ بعد اذنك. عامل ايه؟ شغلك من الصيانه بس. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. بتوع الصيانه. ماله؟ ميه النهارده قطع ساعه. قطع ساعه؟ ساعه ما فيش. لا عشان في محطه تحت البيت يا هو لسه بيجددوها بس في محطه تحت الانشاء صيانه. الف سلام عليك. الف سلام. الف سلام عليك يا سيد. ماشي اتفضل يا استاذ. اتفضل يا باشا. طبعا هو المكن والسيد المكن جديد غير المكن اللي هو التاني اللي هو اللي احنا كنا بنعمل 10 ده الفرق بقى يا استاذ. تعالى بقى اشرح لي بقى الصيانه صح؟ اشرح بقى لطالب الكاميرا بقى. تبرع من ربنا يبارك له طبعا. اشرح بقى المكنه. بص دي المكنه جديده تبرع من الاستاذ سعيد كامل. تمام. المكنه دي الموديل بتاعها 4008 اس غير المكن اللي موجود اللي حضراتكم لسه مصورينه من شويه 4008 بي. المكنه دي يعني احدث من هناك شويه. دي لسه داخله الخدمه بتالي سنه يا دكتور صح؟ سنه او اقل. عشان كده المرضى ما بيشتكوش منها. اما المكن الثاني عدى 45000 ساعه، عدى 50000 ساعه، عدى 10 سنين، المفروض ان هو يتكهن وكده. المكنه دي طبعا يعني جوده الغسيل بتاعتها كفاءه الغسيل احسن من المكن الثاني ايه بكتير يعني. بس محتاجين بقى حد يتبرع او محتاجين مكن عموما. محتاجين ما لا يقل عن مثلا 5 مكنات عشان نكهن 3-4 مكنات من المكن اللي شغالين وندخله مكانهم. يا ريت حتى المكن اللي هيجي هندخله زياده، لا ده احنا هنشيل مكن وندخل ده مكانه. فمحتاجين مكن. كل اللي احنا محتاجينه مكن. الناس هنا بتتبرع. الناس المكنه دي تعمل لها 120000 جنيه النهارده يعني تعمل لها 120000 جنيه من سنه 98 مش عارف سعرها النهارده كام. المكنه الثانيه تعمل لها كام؟ تعمل لها 80000 جنيه. دلوقتي هتلاقيها عملت 150000 جنيه ولا حاجه. فسعرها ممكن تعمل لها 180000 170 190 كده. بس الفكره ان الناس هنا بتتبرع بالكماليات ما بتتبرعش بالاساسيات. يعني الناس بتتبرع بتكييفات، تجيب شاشات، تجيب دفايات. المكنه دي اصلا سعرها كام؟ المكنه كان سعرها وقت ما اشتريناها دي من سنه كان 120000 جنيه. دلوقتي هتلاقيها وصلت 180000 جنيه.
180,000 جنيه. بس بس المكن ممكن يعني يحتاج كمان كام حوالي 10 ماكينات مثلا؟ لا كتير 10 مكانات. يعني احنا لو حنوا علينا وجابوا لنا 5 مكانات بس، احنا ممكن 5 مكانات او 6 احنا ممكن ندوس دماغهم وممكن يعني دي يبقى انجاز لو واحد مثلا 5 بس احنا عندنا طبعا لان احنا هنشيل المكن. العنبر ده بيتميز فيه ان هو فيه 4 ماكينات. الاوضه دي هي عشان كده ما تلاقيش فيها 4 ماكينات جداد ولسه داخلين الخدمه من حوالي سنه ونص بالكتير، ومكن مميز خالص والمرضى بيرتاحوا عليه وتمام من بقاله سنه. والعنبر ده طبعا جديد اللي هو التطوير، تم تطوير الوحده من حوالي سنه ونص، ما يقرب من سنه ونص، وبالشكل الجديد غير القديم طبعا. فرق كبير طبعا بين القسم القديم والقسم الجديد، في تطوير كبير. والمكن الجديد ده ما شاء الله يعني برضه عمل نقله في الفتره اللي فاتت. بس بنامل بس ان بعض الماكينات القديمه اللي هي بقى لها عدت ال10 سنوات ان هي نبدا تتكهن ونجيب المكن الجديد عشان برضه ما يحصلش منه مشاكل للمرضى. ان شاء الله ان شاء الله. على المكن. والاطباء طبعا زي ما قلنا لحضرتك، بس ان نشهد الاطباء لان تخصص الكلى طبعا فيه ندره جامده، فنامل ان حد يجيب المستشفى دكاتره. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اهم حاجه هي فتره السير. المكن هي اهم حاجه. تمام. يعني في مكن يبقى فيه مفيش مكن لو والله صدقني لو شغلت الناس من اجل المساعده. ما انا بقول لك هو احنا عندنا هنا طبعا القسم مميز، يعني انت لو دورت في المستشفيات الثانيه هتلاقي ان القسم هنا مميز عن المستشفيات الثانيه. قسم مميز بقى فيه. قسم مميز في اولا احنا طبعا القسم ده زي ما قلنا لحضرتك ان هو متطور من سنه بالظبط او سنه ونص، فطبعا قسم جديد. جالنا حوالي 4 ماكينات في الفتره الاخيره السنه دي. التمريض بندربه برضه دايما في تدريب على المرضى وتدريب على الشغل، ففي تدريب دايما متواصل على درجه عاليه، والتمريض عندنا بدرجه عاليه من الكفاءه في الشغل. طبعا بنحاول برضه نوفر جميع المستلزمات بالتواصل مع المديريه ومع الوزاره. دايما بنحاول ان احنا نوفر كل المستلزمات والفلاتر طبعا الحاجات المستلزمات الغسيل الكلوي. دايما بنحاول ان احنا نوفر، مفيش مثلا مع الازمات اللي كانت بتحصل برضه، بس احنا مفيش مره شفت وقف او مريض ما غسلش او حصل مشكله. طب هو في سؤال برضه دكتور، يعني لو الميه مثلا قطعت او لو الكهرباء قطعت ممكن نتعامل مع الازمه ازاي؟ بالنسبه للكهرباء لو احنا عندنا مولد اوتوماتيك خلال حوالي مثلا دقيقه او دقيقتين بالظبط بيكون الشغال. بالنسبه للميه طبعا لو كده احنا بنحاول نبلغ بس مجلس المدينه اللي يوفر لنا ميه لو في قطاع في المياه. اما بالنسبه للمحطه برضه عشان كده احنا عملنا محطه جديده مكان القديمه. بالنسبه المحطه كانت برضه بيحصل منها مشاكل، لان المحطه دي برضه انا عندي 22 مكنه والمحطه الحاليه بتكفي 16 مكنه بس، فبالتالي انا برضه مش بشغل كل المكن، بس ساعات بنحتاج نزود، فبالتالي بيحصل احيانا دروب بيحصل فيه برضه بعض المكن مش بيوصلوا الميه بكميه كافيه. بس احنا شغالين في المحطه الجديده اللي هي تشيل حوالي يقرب من حوالي 28 او 27. يعني بعد ان شاء الله باذن الله المحطه الجديده 15 يوم هيبقى حلنا ازمه كبيره، ونجيب حوالي لو جالنا مثلا 5 او 6 ماكينات نحل الازمه عنده. يعني محتاجين كده حاجتين ان شاء الله. اول حاجه عندنا اللي هو سد العجز في الاطباء هنا. سد العجز في الاطباء دي طبعا مهمه كبيره. انا ما ينفعش ان انا ادخل مرضى وبس. يعني انا بالنسبه لي بيجي لي مريض عايز يدخل، طب انا ادخل المريض وبعدين المفروض ان المريض ده يتابع. انا حاجي مثلا ممكن باجي يوميا بس طبعا الناس احنا بنشتغل من 7 صباحا ل 9 مساء او 10 مساء احيانا، فبالتالي ان انا المفروض اقل حاجه يبقى معايا حتى 3 أو 4 دكاتره يساعدوا في الايه في يتابعوا المرضى، يكونوا موجودين مع المرضى باستمرار. خاصه ان تخصص حتى البطنه اللي هو المساعد من كده في عجز برضه، مفيش الا دكتور واحد، دكتوره واحده، الدكتوره الواحده اللي المساعد برضه فين وهي اصلا الشغل بتاعها. فاحنا بس نرجو ان احنا يبقى في اطباء ونزود المكن تمام. اما محطه الميه تحت الانشاء حاليا يعني 15 يوم بالظبط ان شاء الله تدخل خدمه وتبقى ان شاء الله تسد المشكله اللي بتحصل احيانا في ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. طبعا كنا مع حضرتك النهارده في مستشفى الازهر المركزي عشان يعني نرصد بعض الايجابيات الموجوده في المستشفى، وكنا معاكم طبعا فوق في القسم الكاتب. ان شاء الله باذن الله باذن جوله جديده قريب جدا جدا في مستشفى الازهر المركزي، وربما بعض المستشفيات الثانيه الموجوده على مستوى محافظه الشرقيه. في النهايه نشكر حضراتكم كل المتابعين لنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.